عشان تعرف تغير واقع سلبي انت عايش فيه وتعبك لواقع ايجابي مختلف، انت محتاج ان انت تشتغل على نقطة تركيزك، وتشتغل على افكارك، وتشتغل على العادات اليومية بتاعتك. اتحداك لو انت اشتغلت على الثلاث حاجات دول وغيرتهم وما شفتش تغيير في الواقع بتاعك. لو اشتغلت عليهم الواقع هيضطر غصب عنه ان هو يتغير، لان الثلاث نقاط دول ليهم تأثير مباشر جدا وقوي على الواقع بتاعك. هشرح لكم نقطة نقطة وهنعرف ايه هو تأثير كل نقطة على الواقع، وازاي ان احنا نقدر نغير النقطة دي لصالحنا فالواقع يتغير معانا. اول نقطة احنا قلناها اللي هي نقطة التركيز. احنا قلنا قبل كده ان في قانون بيقول ان الشيء اللي انت بتركز عليه بيزداد وبيكثر او بتلاحظه اكتر. يعني انت مثلا لو ماشي وسايق عربيتك دلوقتي وركزت مثلا على اول 3 حروف موجودين في اول عربية قدامك وركزت عليهم وحطيت عليهم تركيز مكثف، اتحداك ان انت هيتكرر معاك تاني بعد شوية وتشوف عربية تانية حاطة لوحة عليها ال3 حروف، نفس ال3 حروف. ولما تركز على العربية التانية هتشوف عربية تالتة ورابعة، وهيفضل يتكرر معاك الموضوع ده كل شوية. كل يوم لازم تشوف ال3 حروف. نفس الفكرة بالظبط بالنسبة للساعة. الناس اللي هي مثلا بتشوف الساعة فتركز مثلا على 11 11 12 12، 4 أربعات 4 تلاتات، فيبتدي يتكرر معاها الرقم ده جاي من نقطة تركيزه. ده يعلمك ايه؟ يعلمك ان انت هنا لو انت الواقع بتاعك سلبي ارجع لنقطة تركيزك. انت لما بتقابل حاجة سلبية او بيظهر قدامك حاجة سلبية او بتتحط في مشكلة، هل انت بتكون مركز على الجانب الايجابي اللي هو حل المشكلة، ولا انت بتكون مركز على الجانب السلبي اللي هو المشكلة نفسها وتبتدي تجيب مشاكل تانية جنب منها وحاجات من الماضي وحاجات حصلت وحاجات سلبية؟ لو انت حاطط تركيزك على الجانب السلبي فهتلاقي ان المشكلة دي كبرت وجي جنبها مشكلة تانية ومشكلة تالتة. لو انت حاطط تركيزك على الجانب الايجابي هتلاقي ان المشكلة دي بدأت تظهر لك ليها حلول. هنا في اللحظة دي اتأكد ان اي موقف هتمر بيه ويكون موقف سلبي، لو انت حاطط تركيزك في الموقف ده على الجانب الايجابي فهتلاقي الموقف ده مر معاك بسلام. لكن لو انت حاطط تركيزك على الجانب السلبي في اللحظة دي الموقف هيكون صعب جدا وهيوديك في نقطة انت ما كنتش حابب ان انت تروح ليها. فهنا اول نقطة انت لازم تحطها في عين اعتبارك لو انت عايز تشتغل على الواقع بتاعك نقطة تركيزك. تاني نقطة معانا بقى ودي نقطة مهمة جدا، افكارك. الافكار هنا انت لما بتقعد مع نفسك وتفكر في افكار معينة، الافكار دي بتحط قدامك اختيارات معينة، والاختيارات دي انت بناء عليها بتاخد تصرف بناء على الاختيارات المتاحة قدامي. التصرفات بتاعتك دي بقى هي اللي بتخليك تكرر نفس الشيء، لان انت بتحصل من خلال التصرفات دي على نفس النتيجة. يعني معنى كلامي ان انت لو انت بتفكر بنفس الاسلوب كل يوم فالاختيارات اللي هتكون موجودة قدامك هتكون هي نفس الاختيارات المحدودة اللي جاية بناء عن افكارك، وبالتالي تصرفاتك نفسها هتكون محدودة في نطاق محدد. هتتصرف التصرف ده بناء عن الافكار اللي انت عمال تعيدها كل يوم، فبالتالي هيجيلك شعور سلبي نتيجة للتصرف اللي انت خدته وما كانتش النتيجة بتاعته مرضية. يعني هنا الافكار بتاخدك لاختيارات، بتاخدك لتصرفات، والتصرفات دي بتولد شعور وانت تفضل تدور في نفس الدايرة المفرغة لان انت ما بتغيرش تفكيرك. طب لو انا غيرت تفكيري للتفكير الايجابي، ما بقتش افكر في اي افكار سلبية، بقى تفكيري كله على الجانب الايجابي فقط وعلى الافكار الايجابية فقط، هلاقي اختيارات تانية مختلفة تماما بدأت تظهر قدامي. هلاقي ان انا اقدر ان انا اتصرف تصرفات تانية مختلفة عن التصرفات بناء عن الاختيارات اللي قدامي، فهيجيلي شعور مختلف. في اللحظة دي هكون انا كسرت دايرة التكرار. المشكلة هنا في التكرار السلبي او في الشعور السلبي اللي بيتملكني ان هو مش بيكون على قد بس ما هو كده خلاص انا بطلع الشعور السلبي ده وبعيش فيه، لا، ده الشعور ده بيرجع تاني
يبث فيا او يشحنني بنفس الطاقة اللي هو متولد بيها، فتفضل انت تدور تطلع طاقة سلبية وتستقبل طاقة سلبية، فبتكون محبوس جوه الدايرة دي. يعني معنى كده ان انت لو كسرت دايرة افكارك وغيرت طريقة تفكيرك نفسها من الجانب السلبي للجانب الايجابي، او غيرتها حتى بجزء بسيط، هتلاقي تغيير يحدث في الواقع بتاعك، لان هيبقى قدامك خيارات مختلفة وعندك حاجات او تصرفات معينة مختلفة تقدر ان انت تتصرفها، وبالتالي هيكون عندك شعور مختلف. دي اهمية التفكير. ازاي اقدر ان انا اسيطر على افكاري وعلى نقطة تركيزي؟ هتسيطر عليهم بالوعي والحضور في لحظة الآن وبالمراقبة. ان انت تبقى واعي وحاضر وموجود في كل لحظة في يومك، لا انت موجود في حاجات لسه ما جاتش في المستقبل وقلقان منها، ولا انت قاعد تفكر في جروح او صدمات او اشياء في الماضي. موجود وحاضر في الآن. هنا لما انت تكون موجود وحاضر في الآن وفي نفس الوقت تكون مراقب للتردد اللي انت موجود فيه دلوقتي. مراقب هنا مراقب للخارج ومراقب للداخل. الخارج هو انعكاس للداخل، بس برضو الخارج بيأثر عليك نتيجة للتردد اللي انت بتطلعه. يعني انت بتطلع تردد معين بيظهر لك الواقع اللي انت عايش فيه، وبعد كده التردد ده بترجع تستقبله مرة تانية من نفس نوع التردد اللي انت خرجته. يبقى انا لما ابقى مراقب وحاضر وموجود، لو تعرضت لأي موقف سلبي هنا مش هحط افكار سلبيه، مش هركز على الجانب السلبي فيه، هكون حاضر ومراقب. فبالتالي هقدر ان انا اسيطر واتحكم في مشاعري واتحكم في افكاري. هتحكم في نقطه تركيزي، هبتدي ان انا اركز على الجانب الايجابي، وهو ده اللي هيعمل معايا التغيير. فهنا نقطة شغلك كلها هتكون على ان انت حاضر وموجود ومراقب للواقع بتاعك. مراقب انا بطلع ايه وبستقبل ايه. ولو انت موجود في لحظة الآن، اي موقف سلبي في الخارج مش هيقدر ان هو يسيطر عليك. انت اللي هتبقى متحكم، مش المشاعر السلبية هي اللي متحكمة فيك. ده اول جزء اللي هو الجزء بتاع التركيز وبتاع الافكار. لو انت قدرت تسيطر على النقطتين دول بقوة وبحضورك وبوجودك الان، فهتلاقي ان انت جهازك العصبي نفسه هدي. جهازك العصبي هدي، هرموناتك نفسها اللي بتتفرز مش هيكون فيها مثلا هرمونات توتر ولا هرمونات قلق تأثر على كل خلية في جسمك وبعد كده تأثر على الواقع الخارجي بتاعك. تغيير العادات اليومية. الناس بتكون فاكرة ان يعني ايه اغير فعل معين انا بعمله فيتغير الواقع بتاعي. معظم الناس للأسف بتشوف ان مفيش اي تأثير تجاه الافعال اللي انا بعملها والواقع بتاعي، لان انا لو غيرت فعل ايه اللي هيتغير في الواقع. ولكن الحقيقة هنا عكس الكلام ده تماما. وعشان تفهم الحقيقة دي خلينا نروح لنقطة بعيدة شوية. انت مخك بيحتوي على مليارات الخلايا العصبية، فلما انت بتفكر في فكرة معينة او تعمل حركة معينة وتكررها، الخلايا العصبية دي بتكون وصلات. الوصلات دي مع التكرار بتبتدي ان هي تشتغل مع بعض، ولما بتشتغل مع بعض بتتشابك، ومع التكرار بتبقى عاملة زي خيوط ضعيفة، ومن كتر تكرار نفس الفعل ونفس الفكرة في اللحظة دي بتبقى عاملة زي طريق سريع جدا بتمشي فيه الإشارة بسرعة البرق. يعني ايه الكلام ده للناس اللي مش فاهمة؟ يعني انت هنا عايش 95% من يومك على وضع الاوتوماتيك. مخك هنا مش موجود ومش حاضر. انت عايش 5% بس بوعي، وال95 اوتوماتيك على اللي انت مبرمج نفسك عليه. يعني معنى كده ان انت لما بتغير عادة بسيطة انت بتعملها، انت هنا مش بس بتغير مجرد فعل انت بتعمله، لا، ده انت بتعمل ابادة للمسارات العصبية اللي انت متبرمج عليها، وبعد كده تبتدي ان انت تنشئ مسارات عصبية جديدة في تردد جديد في وضع مختلف. يعني العادة القديمة هي الأرض القديمة اللي انت موجود عليها، اللي هي الواقع القديم السلبي بتاعك. لكن العادة الجديدة هي البذرة الجديدة اللي هي الواقع الجديد اللي انت بتزرعه. طبق الثلاث حاجات دول وشوف ازاي الواقع بتاعك هيختلف. خليك ايجابي واشتغل دايما على نفسك، وخليك دايما فاكر ان التغيير بيبدأ من الداخل ومن الوعي ومن الحضور ومن المراقبة. وخليك كمان عارف ان التغيير ما بيجيش لحد فجأة مرة واحدة، مش بين يوم وليلة حياتك كلها هتختلف، ولكن كل شيء بيحدث بالتدريج. فلازم يكون عندك صبر وعندك قوة إرادة لو انت حاطط نية حقيقية للتغيير. ما تستعجلش الأمور.
كل شيء هيحصل معاك بالتدرج خطوة خطوة. يعني لو انت من الاشخاص اللي بتشتغل على نفسها، افتكر نفسك مثلا من سنة فاتت، هل وعيك كان نفس الوعي دلوقتي؟ اتحداك، انت من سنة فاتت كنت ممكن تسمع فيديو معين او تفتح حاجة معينة ما تبقاش فاهم الكلام اللي بيتقال ده معناه ايه، لكن لما رجعت سمعته مثلا دلوقتي ابتديت تفهم معنى الكلام وتعرف الكلام ده يقصد ايه بالظبط. وهنا انا بتكلم على الناس اللي بتشتغل على نفسها، مش الناس اللي بتقعد عشان تنتقد وخلاص. افضل استثمار زي ما قلت لك استثمارك في نفسك، ان انت ترفع وعيك. لما ترفع وعيك هتفهم ان الطريق اللي انت عايز توصل لنهايته ده هو ده الرحلة وهو ده المتعة، ان انت تمشي في الطريق بنفسك وان انت اللي تحقق كل الانجازات بنفسك، مش ان انت تستنى ان حد يحقق لك حاجة او حد يغير لك الواقع بتاعك. كل ما بتشتغل على نفسك كل ما وعيك بيكبر اكتر وبيتسع اكتر وبتفهم حاجات انت ما كنتش فاهمها قبل كده، وبتستمتع جدا بالرحلة. الكنز الحقيقي هنا في الرحلة نفسها، مش في النهاية اللي انت بتوصل لها في نهاية الرحلة. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. ولو انت عايز توصل لادوات معينة تساعدك في رحلة الوعي بتاعتك، تقدر ان انت تنضم لينا في كورس فك الشفرات. احنا في الكورس ده بنبتدي ان احنا نمشي محطة محطة من البداية ولحد النهاية، لحد ما انت بنفسك تحط لنفسك خارطة الطريق بتاعتك. هستناكم ان انتوا تبعتولي تسألوني، ولو عندك اي استفسار تقدر ان انت تحطه في كومنت وهرد عليك، وتبعتوا تسألوا في اي حاجة انتوا عايزينها.